هيحصل يعني لما العيال تاخد في نزلة البرد مضاد حيوي؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ تعال اقول لك انا مكبر الموضوع كده ليه. اولا نزلة البرد دي بيبقى 90% منها سببها فيروس. لو في رشح وسخونة وحاجات زي كده بيبقى 10% بس هو اللي سببها بكتيريا، ودي بتحتاج مضاد. طب انا 90% عطيت المضاد للفيروس. اولا الفيروس مش هيموت، عملنا ايه تاني؟ الخلايا المناعية بتاعت جسمه بتضعف، اللي هي ايه؟ اللي هي مسؤولة عن ان هي تقتل الفيروس، فالفيروس ينشط وينتشر ويتوغل ويستمر وممكن يوصل للمخ، وشوفنا حالات كتير زي كده. طب ايه المشكلة التانية؟ انا قتلت البكتيريا النافعة اللي موجودة في الجهاز الهضمي. البكتيريا النافعة بتموت، اللي هي مسؤولة عن السيطرة على الحساسية، فانا كده خليت الحساسية عنده تظهر وتظهر بدري كمان. خدوا بقى الطمة الكبرى، انا جسم الطفل اخد على المضاد، خلاص انا المضاد بقى يدخل جسمي، البكتيريا عرفته، فانا وقت ما احتاج المضاد فعلا ويكون عندي بكتيريا فعلا واجي اديله مضاد، فالبكتيريا بقى تلاقي يا جماعه المضاد جه، اهلا حبيبي تعالى اشرب شاي. حبايب احنا بقينا حبايب، ما ملهوش هيبقى اي تاثير على البكتيريا في جسمي. فكده فقدنا الفاعليه بسبب كتر ان احنا استخدمنا المضاد. طب انا ابني دلوقتي اللي عنده نزلة برد اعمل معاه ايه؟ مبدئيا كده ادي سوائل راحة، سليك الانف، ادي خافض وما شابه. طب انا اقلق امتى؟ لو انا بدي خوافض والحرارة ما بتنزلش خالص، لو انا ابني بيكون همدان اثناء السخونة ولما بدي الخافض الهمدان ده ما بيروحش، بيفضل همدان حتى بعد ما الحرارة تروح، لو في كحة شديدة، لو في نهجان، لو في تشنجات، الحاجات دي كلها علامات خطر ولازم تنزلي تكشفي على طول. طب يا دكتور اعصابك بس، انت بتعمل ليه في نفسك كده؟ لا، ما هو انت لازم تاخدي بالك من مناعة طفلك لان عيالك يهمون.